برج الثور يا برج الثور، انت مخلص لكن حبيت الشخص الغلط وكان لازم يحصل فيك كده. ايوه، انت اللي وجعت نفسك بنفسك. لو انت برج الثور صلى على النبي وتعالى انا هقولك حصل فيك ايه بسبب حبك للشخص الغلط. في وجع كده محدش بيحسه غير برج الثور، الوجع اللي بيجي لما بيحب الشخص الغلط بكل صدق وبكل نية طيبة. للأسف برج الثور بيحب الشخص بكل ما فيه، بيحب بجد. برج بيحب كده بنية صافية، بنية يعني طيبة، ما بيبقاش عاوز يوجع. الثور لما بيحب بيحط قلبه كله في ايد اللي قدامه، بيكون عايز يريحه، بيكون عايز يطمنه، عايز يديله الامان، عايز يديله الاهتمام، عاوز يعيش حياته اللي بيحبه كده في حياة سعيدة، مش عايز يوجعه، عاوز يحسسه ان الدنيا كلها ملهاش معنى من غيره. لكن للأسف الشخص الغلط بيدي حاجات سيئة جدا لبرج الثور. الشخص ده بيجي دايما يعرف ياخد كل حاجة من برج الثور، بياخد طيبته وبياخد صبره، بياخد حنانه، بس عمره ما بيدي اي حاجة مكانهم. الشخص الغلط ده مش هيديك حاجة خالص يا برج الثور، هيتعامل معاك كأنك مش موجود دايما. برغم كل اللي بياخده منك ده هيبقى ولا شايفك ولا شايف اي حاجة من اللي انت بتديها له اصلا، كأن مفيش اي احتمال ان هو يخسرك، لانه هو بقى ضمنك وعارف ان انت بتحبه ومش هتسيبه خلاص. الثور دايما بيحاول يسكت ويسكت على وجعه ويسامح مرة واتنين وتلاتة لدرجة 10 كمان، ويفضل يقول يمكن يتغير، يمكن يفهمني، يمكن يحس بيا. بس للأسف الشخص الغلط ما بيحسش يا ثور، هو بيستغل سكوتك وبيزود وجعك. فوق فوق بقى، فوق من وجعك. الشخص اللي بيكسرك كل يوم، كل مرة وعده ما نفذ، كل لحظة ثقة راحت من غير رجوع، كل لحظة كان بيخليك تشك وتتوجع، بيخليك تسأل نفسك أنا فعلا مش كفاية؟ أنا السبب ولا هو؟ والحقيقة إن السبب إن حبك للشخص الغلط. لكن عاوزة أقول لكم حاجة، برج الثور برضك لو قرر يمشي هيمشي من غير رجوع، بيكون خلاص مات من جواه، مات قبل ما يبعد. اللي كان بيحبه مات جواه من كتر الوجع اللي الشخص ده ادهوله. وبيبدأ بقى برج الثور يلم نفسه حتة حتة، يبني نفسه من تاني ويقسم جواه، بس يقول لجواه احنا عمرنا ما نثق في حد تاني بسهولة ابدا. والشخص الغلط ده يفتكر ان عادي، ايه يعني برج الثور هينسى. لكن للأسف برج الثور عمره ما بينسى، هو بيهدى بس الوجع بيفضل محفور جواه. وبيتعلم بعد كده ان مش كل اللي بيضحكله يستاهل وجوده، وبيفهم ان الطيبة لو اداها لحد غلط بتتحول لوجع يدمره سنين سنين من عمره. الثور بيحب بصدق، بس لما بيتوجع بيبطل يدي اي حاجة لأي حد تاني بسهولة. ساعتها بيبقى قلبه جدار اتبنى من وجع ومفيش حد هيكسره تاني. فلو بتحب برج الثور خليك قد الحب ده، لانك لو وجعته هتوجعه قوي وهتدمر حياته للآخر. فأتمنى ان انتوا يا برج الثور تبعدوا عن الاشخاص الغلط اللي بتدمركم في حياتكم، وربنا هيعوضكم ان شاء الله. في النهاية لو وصلتوا لغاية هنا صلوا على النبي كمان، صلاة على النبي حلوة، وقولوا يا رب من جوه قلبكم ربنا كبير ومش هيرضى وجعكم، وان شاء الله قلوبكم ترتاح قريب جدا ويكون لقلبكم راحة وسعادة كبيرة. انتوا فين؟ واكتب اسم برجك في كومنت. خلص الكلام، سلام.